اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. فيديو جديد من توقعات ابو علي الشيباني. والفيديو الحقيقة مهم قوي، لان احنا بنتكلم هنا على الانتخابات الرئاسية الامريكية اللي بدأت بالفعل، منها تصويت مبكر ومنها التصويت الرسمي لسه هيبدأ. عايزين نعرف برضو يعني ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية لو ترامب هو اللي مسك او كامالا هاريس هي اللي مسكت، وهنعرف مع بعض كل هذا من خلال توقعات ابو علي الشيباني. وحيثيات لو ترامب هو اللي كسب ايه هيكون قراراته ناحية الدول العربية. قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونشوف ماذا توقع أبو علي الشيباني. كان متوقع أبو علي الشيباني في بداية عام 2024 أن أمريكا ذاهبة إلى النهاية في هذه السنة بفضل الله، وهذه السنة ستكون مدمرة ليهم لأنه يرأسها ترامب، والله أعلم. يعني هو شايف أنه لو مسك ترامب البلد هتكون نهاية لأمريكا. بيقول برضو يموت بايدن قبل كل شيء، وإذا مات، لأن محدش عارف الحياة من الموت، وإذا مات بايدن علمت أن هذه الشمطاء السوداء، يقصد بكمالا هاريس، تترأس بعض الوقت حتى تأتي الانتخابات. يعني زي ما انا شايفة كده وانتوا سامعين معايا، ان هو بيقول حتى لو كامالا هاريس مسكت لبعض الوقت مش هي اللي هتكمل. هو شايف بنسبة كبيرة ان ترامب هو اللي هيمسك، وايضا ترامب سيكون رئيس ويتعرض لمحاولة اغتيال امام الناس، ولكن الذي سيأتي لامريكا لم يأتي لاحد على الاطلاق. يعني كده كده هو شايف زي ما انتوا سامعين معايا ان ترامب هو اللي هيكسب الانتخابات، ولكن محاولات اغتياله زي ما انتوا شفتوا الايام اللي فاتت لم تنتهي، لسه في محاولات تانية هتستهدفه حتى لما يكون رئيس لامريكا. من الناحية التانية قال برضو بقى تأثير رئاسته لامريكا هيكون عامل ازاي على الدول العربية. دولة مثلا زي دولة قطر، قال كده في توقعاته لقطر في هذه السنة إذا فاز ترامب، ولو فاز فإن قطر ستضم إلى السعودية، ولو ليوم واحد قطر هتتضم على السعودية. مش عارفة ليه السبب أو إيه يعني إيه الهدف من كده، ولكن علشان يعني ممكن يقصد إن قطر وقفت مع فلسطين والكلام اللي انتوا عارفينه ده، فهينتج عن كده إن هي هتتضم للسعودية. حتى هو بيقول ولن يكون ملكا ولا أحدا على قطر ولا حتى حماس، ولا هيفيدها مساعدة الأسرى ولا المحبوسين في إيران أبدا. أنا أعتبر قطر قد انتهت. برضو في توقع تاني كان قايله بقى المرة دي لبايدن، وقال والتوقع ده كان لبايدن ان هو مش هيكمل الرئاسة الامريكية، ولكن باين عليه هيكمل عادي، ولكن هو شايف نهايته هتكون لا اما بالجلطة او بالسم البطيء، لان الراجل ده وراه خبايا واسرار كبيرة جدا. ومن ضمن كمان التوقعات اللي اتقالت لامريكا الصراحة ان بيقول ان قرن الشيطان يعد له الامام عدة قوية، وسيصيب الدولار مصابا لم تعده امريكا منذ نشأة امريكا، وفيضانات وجليد وكوارث طبيعية كتيرة جدا لم تصيب أمريكا من قبل منذ أن الله خلق أمريكا. وكثير من البنايات في أمريكا ستسقط، وهزات وصواعق يراها الناس بأم أعينهم، ويرتفع سعر النفط ويسود الجوع، ويكون هناك فتنة مرعبة بين السود والبيض من هذه السنة إلى السنة المقبلة في الشهر السادس، والغذاء ينفذ ومفيش كهرباء. مش بس كده، يعني هو شايف حاجات غريبة جدا هتحصل لأمريكا، لدرجة انه الأكتر من فيديو كان بينصح فيه العرب هناك اللي قاعدين هناك ان هم يرجعوا من أمريكا وياخدوا فلوسهم، لأن أمريكا مش دايما، إما بسبب الحروب أو المشاكل أو الفتن أو ممكن بسبب كوارث طبيعية. وده قاله بشكل صريح جدا في توقعاته لما قال ان الدنيا هتبقى صعبة جدا وفي أزمة اقتصادية خانقة هتحصل في العالم، وكله شايف ان كل ده هيحصل بعد الانتخابات. مش عارفة ليه رابطين هذا الموضوع بالرئيس القادم لأمريكا، والكل شايف ان هتحصل فتنة كبيرة جدا وهيحصل مصايب ما بين الامريكان وبعضهم. حتى النهاردة في خبر لسه نازل على موقع روسيا اليوم بيؤكد هذا الكلام، مش مجرد توقع. روسيا اليوم منزله النهاردة عن شكوى للناخبين الامريكيين عند التصويت لترامب، الجهاز بيختار هاريس
يعني قاعدة يتفرجوا على التزوير بقى. فلما حاجة زي كده تنزل، وخصوصا في الولايات المفروض ان هم ناخبين لترامب، يعني الولايتين دول كنتاكي واركانساس تقريبا من الولايات اللي هي دايما بتنتخب ترامب، فعاملين فيها المنظر ده. فده يعني لو حصل ان كامالا هاريس هي اللي كسبت مثلا او العكس، كله هيشكك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الناخبون بولايتي كنتاكي وأركانساس لم يتمكنوا من اختيار التصويت لدونالد ترامب، حيث يختار النظام كامالا هاريس بشكل تلقائي. والناس طبعا متضايقة ومصورين الكلام كمان بالفيديو، يعني انتوا لو عايزين تدخلوا على روسيا اليوم تدوروا على الموضوع هتلاقوه كمان متصور بالفيديو. كمان كان قايل لأمريكا بيقول: هذه السنة هي أهم سنة بالعالم لسقوط الاقتصاد، وأهم سنة بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وهذه السنة هي سنة التحول للإمام المهدي لأنه أصبح قاب قوسين. هذه السنة هي سنة الأوبئة والأمراض الفتاكة، وهذه السنة تأتي الأمراض أكثر من الوباء اللي بيجي من الخفافيش. هذه السنة ترتفع فيها القمح وترتفع فيها المزروعات والثمار والفواكه. هذه السنة تظهر نوع من البكتيريا لا يسيطر عليها الطب، وقد تفزع الناس في بيوتها وتقضي على كثير من الناس. هذه السنة ستكون مدمرة، تحتاج إلى الاستغفار، والدولار هذه السنة سيهبط إلى مستوى قياسي، هل تتصوروا؟ وترتفع أسعار المباني عندهم ويهبط الدولار بشكل لا يصدق، ومن يعتمد على الدولار فعقله لا يعمل. ولننتظر الأيام القادمة. يعني هو شايف بكل التوقعات بتاعته ان ترامب لو مسك هتكون دي نهاية أمريكا بهذه الأشكال اللي أنا بحكيها لحضراتكم من خلال هذه التوقعات. حتى هو كان قايل برضه في توقعاته انه شايف هرج ومرج في امريكا سيكون مرعب. يعني موضوع زي ما انا قلت لكم اللي هيحصل في امريكا بعد الانتخابات هيكون فيه هرج ومرج مرعب، والدليل على الخبر اللي انا نقلته لحضراتكم من على موقع روسيا اليوم. ايضا قايل هزات وزلازل وانخفاض النفط الصخري الى شيء عجيب، وبيقول ولا يأتي بعد بايدن خلف الا وقد هزم ترامب. يعني هو الكلام واضح وصريح ان مش شايف حد هيمسك امريكا غير ترامب، ولا يأتي بعد بايدن خلف الا وقد هزموا ترامب. وبيقول ان احنا هنشوف يأتي ترامب، اسمعوا بقى هذا التوقع لانه مهم قوي. سيأتي ترامب على عجلة من امره ويقلب الدنيا من عليها لسافلها، ومرحلة الصدام المرعب مع الدنيا انها ايام عصيبة. زي ما انتم شايفين الموضوع مش هيبقى سهل كده. يعني لو كامالا هاريس كسبت زي ما انا قلت لكم كله هينزل مع ترامب. اذا كان المره اللي فاتت حصلت الحاجات اللي شفناها في الكابيتول وضربوا بعض وكان في مصيبه يوم 6 يناير لو تفتكروا، فتخيلوا المره دي بقى مع الاثباتات اللي نازله اليومين دول بان في مشكله في الاجهزه بتاعه الانتخابات هيعملوا ايه. وكمان كان قال في توقعاته وسنرى غير العواصف الزلازل. اسمعوا بقى هذا التوقع: وسنرى غير العواصف والزلازل القتل في الشوارع بشكل أكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه، واستخدام السلاح وفي المدارس والطلاب أيضا. كمان بيقول أمريكا لا تخرج من العراق أو سوريا لأن قوتها موجودة لمقاتلة الإمام عندما يظهر. فزي ما انتوا شايفين كده وسامعين معايا موضوع ترامب ده مش هيكون سهل، او موضوع الانتخابات الامريكية اللي حصل اليومين دول مش هتعدي على خير. وده مش كلام ابو علي الشيباني بس، يعني انا شايفة التوقعات دي في كذا حد بيقول، وخصوصا كمان مايك فغالي قال نفس الكلام ان الانتخابات دي مش هتعدي على خير، في مشاكل هتحصل كتيرة جدا، ومش في استقلال للولايات، وفي حاجات كتيرة اوي. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو سابق هتلاقوه برضو موجود على القناة، بتكلم فيه عن توقعات وعن الانتخابات الامريكية. بكده نكون انتهينا من هذه التوقعات، وطبعا مستنيه رأيكم مين اللي هيكسب الانتخابات، كامالا هاريس ولا ترامب؟ وفي رأيكم هل هيحصل حاجة من التوقعات دي ولا الموضوع هيعدي حتى لو في بعض الشغب والفوضى البسيطة والموضوع هيخلص على كده؟ بكده نكون انتهينا من التوقعات. شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد.